اللقطة التي أثارت الجدل مشاهدينا الأعزاء هي لقطة كريستيانو رونالدو إذا ما لمس الكرة من عدمه في هذه اللقطات التي سنتابعها الآن سويا. وقيل بأن كريستيانو رونالدو قد سجل الهدف الأول، لكن بناء على موقع الفيفا الرسمي كان برونو فرنانديز هو من سجل هذا الهدف وسجل ركلة الجزاء. انتصار مستحق لمنتخب البرتغال. كابتن محمد، ب 60 في 70% من امكانيات السكواد الحالي قدر البرتغال يعدل الدور الثاني. 6 نقاط في اول مباراتين. انا صدق رونالدو ما صدقش الفيفا. انا صدق رونالدو ما صدقش الفيفا. طالما قال لمستني يبقى لمسته، وهو الوحيد القادر انه يحدد هل الكره لمسته ولا لا. انا صدق رونالدو ما صدقش الفيفا. ممكن بالاعادات البطيئه ايضا صور قريبه توضح اكثر. هو الوحيد مهما 100 كاميرا موجوده. انا قلت لك يا عبد العزيز اصدق رونالدو وما صدقش الفيفا. قال لمسته يبقى لمسته. تذكر كابتن محمد حدثت نفس الحادثه مع هاري كين في البريمير ليج، نفسها تقريبا مقاربه وحسبت لهاري كين. مع التكنولوجيا الموجوده الان باستطاعتهم يعني ان يوضحون هل هو لمس الكره ولا ما لمسها. وبالاخير رونالدو لا الهدف هذا يرفعه ولا راح ينزله، هو يبقى رونالدو اينما كان، سجل هدف ولا ما سجل هدف. مع انه كنا نتمنى يكون موجود لركله الجزاء، لكن بكل تاكيد زملائه استطاعوا يسجلوا وايضا يحقق 3 نقاط تأهل رسميا للدور القادم. فقط علينا انتظار المباراه الاخيره تحديد موقعه هل هو الاول او الثاني، بحكم ان منتخب غانا عنده 3 نقاط. هذا هو الجمهور يخرج من استاد لوسيل بعد لقاء مميز للبرتغال، هدفين دون مقابل، واختلاف على موضوع تسجيل كريستيانو رونالدو من عدمه. وخرج جماهير البرتغال بانتصار ثمين ب6 نقاط حسمت الامور، تتاهل ما بعد ادوار المجموعات. لماذا ضحكت عندما قال يصدق رونالدو ولا يصدق الفيفا؟ أعجبتك هذا؟ Perché dice io credo a Ronaldo, mi fa piacere che لا أنه يصدق رونالدو ولا يصدق الفيفا، وأعجبتني ثقته في رونالدو وإعجابه أيضا برونالدو. كلنا معجبون برونالدو، وأن تصدق رونالدو ولا تصدق الفيفا فهذا أمر جيد للغاية. لكن من خلال الصور بدا لي بأن رونالدو لم يلمس الكرة، لكن لدينا أيضا الفار ولدينا كل الوسائل التي من الممكن أن تثبت هل رونالدو لمس الكرة أم لا، وبهدوء كبير نستطيع أن نقول من أحرز الهدف. العز احنا ودنا حتى نشوف فرحة رونالدو لما سجل هدف. كانت فرحته معبرة أنه هو اللي سجل هدف، هو اللي لمس الكرة. حتى يوم رفع ايده وهو محتفل تشعر بالفخر وايضا الفرحه اللي تعبر عن لاعب سجل هدف وليس لاعب فقط ما لمس الكره ويحتفل بهذه الطريقه. هي واضحه جدا. شوف وان كان هي غير واضحه بالنظر، لكن بكل تاكيد انا اشوف انه لمسها صراحه. شو لمسها؟ يمكن بشعره. ليساندرو انت ما انحطيت في نفس المواقف هذه. شعره طويل ده. بس كان شعرك طويل يعني. Dicevo no a lui perché sono d'accordo con te. أقول بأنه لم يلمس الكرة. أنا أتفق معك. الكرة ذهبت حيث لعبها برونو فرنانديز وبدا لي بأنه لم يلمسها، لكن هذه ليست مشكلة. بالنسبة لرونالدو احتفل ورفع يده لأن الكرة دخلت وهو رأى الكرة تمر أمامه وربما هو لمسها، ولكن كما قلت هذا الأمر لا يغير من الأمر شيء. بالنسبة للبرتغال اليوم استطاع الفوز على أوروغواي المنتخب القوي، وأيضا الأهم كان بالنسبة للبرتغال هو التأهل لدور 16، ورونالدو سيسجل أهدافا كثيرة مع المنتخب البرتغالي وفي كأس العالم. اتفق بأن لا يضر كريستيانو رونالدو تسجيل هذا الهدف من عدمه في النهاية. هو رونالدو سواء سجل هذا الهدف أم لا، أم احتسب لبرونو فرنانديز حسب موقع الفيفا. وكريستيانو رونالدو بنفسه يقول بأن قد لمس الكرة. كابتن محمد، أنا قلت لك أنا صدق رونالدو.
بس خلاص. شكل المباراه حتى عبد العزيز بعد الهدف اتغير، يعني شكل المباراه هو مستغرب بعدم احتساب هو بيقول الهدف له. لمست مشيت على جبهته او على شعره، فخلاص طالما هو قال يبقى ده تحسب الهدف لرونالدو. المعموله كويس قوي من برونو. 2 لعيبه عبد العزيز غيروا شكل البرتغال الشوط الثاني خاصه من الناحيه الهجوميه. اولا برناردو سيلفا بمجهوده الكبير، وايضا بتحركات برونو فرنانديز في الثلث الهجومي الخطير بالنسبه للكرات العرضيه، حل من الحلول التكتلات الدفاعيه الموجوده. ديل بيرو مصمم يا جماعه ان ما لمستوش. مشيت على جبهته وشعره. هو قال انا صدق رونالدو بس يعني مش هتفرق، بس هم اهم حاجه ان هم خدوا ال3 نقاط يا عبد. صديق كابتن محمد راح يصيد احد المصورين لانه ما راح يصيدها بالنقل، ما راح تصاد، وهذه الفرحه اللي يتكلم عنها رونالدو، هذه الفرحه اللي قبل اللقطه هذه فرحته. فاعتقد احد المصورين راح بعد شوي ممكن تطلع الصوره ان لمس حتى لو بشعره، يعني ما المهم لمسته. بس شوف اصراره انه عاوز الجول يتحسب له. طبعا انت ناقص يا ابني. بعد كابتن هدف في كاس العالم. والله لو باي طريقه كانت يسجل بالاخير هدف كاس العالم، خصوصا انه حطه من الارقام، فهو يريد اضافه الهدف حتى لو ان شاء الله عنده. البحر يحب الزياده، صح ولا لا؟ البحر يحب الزياده. لاعب متحدي نفسه دائما، لاعب تحدي في حياته دائما، حياته حتى الاجتماعيه خارج الملعب دائما التحديات والاصرار والانضباط. اكيد راح يطلع منه هذا الشيء. صحيح. هو البحر اهو. دير بالك بس لا تطب. حاسب من البحر هنا، بس دير بالك لا تطب في الاستوديو. انت ماشي خارج كده رايح البيت ان شاء الله. كده هتخرج بره النص، خلينا باللي بعده. لا واحنا رايحين ان شاء الله حاسب بس من الجسر هذا اللي يوصلك لبر الامان. هذه صور لمسة الكرة لشعر رونالدو وليس راسه. مشبهه الكاميرا بعيد. لا راح تبين ان شاء الله. الكاميرا بعيد راح تبين ان شاء الله. طب ما كنت بعتها لجبالي وجبالي كان عملها. لا عشان اسرع الموضوع. ماشي. لان جبالي سريع ما شاء الله. قلنا اكيد في احد بيصور او يرسل الصور. صحيح. ما شاء الله عندي يعني في لا في شوف تويتر انترس. لا ما شاء الله. شوف هذه واضحه. وعلي على اضاءة الشاشة بعد عشان تكون واضحة. اوكي. Stiamo davvero parlando dei capelli. نحن نتحدث عن شعر رونالدو الآن. سي جواردا لا بالا لا تيستا. ترجم لنا احنا بنفهم شيء. الكورة لا أرى أي شيء، لا أستطيع أن أرى أي شيء. رأيك أنت لهالسبب ما تصدق أنا عاوز أسمع رونالدو. طيب رونالدو قال لمستني خلاص يبقى رونالدو صادق. أنا قلت لك أصدق رونالدو ما صدقش الفيفا. رونالدو سجل هدف وراح يحطونها رونالدو، يعني أنا استغرب الفيفا على طول ما تاخروا. طيب والشاشات في الاستاد شوف اللاعب يقول لك حاشة راسه. وشوف لنا بقى ضربه الجزاء يا جبالي معلش يعني تعبك معايا. طيب خلاص خلصنا موضوع